فريق ضعيف، فريق سهل، يجب أن تركز. وأنا رمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار حسب إشارة الحكم لمصلحة محمد علي مهدي. غيث حسن أمام ماجد عبد الرضا، مواجهة فردية. هل ينجح ماجد من أمام غيث؟ ينجح ماجد. صعب صعب، خلاه يروح بزاوية ولعبها بالزاوية الأخرى. نعم أكيد وقت توقع للحارس. والهدف الثالث عشر لمصلحة نادي الكرك. زريان دفاع قوي من الكرك بعد الوقت المستقطع، وأيضا دخول رامي علي، دخول محمود طه ومصطفى الغول على المستوى الدفاعي. شاهد حاول فريق السليمانية دفاع متقدم 4-2. محمود طه يقابل وخطف الكرة محمود طه، والهجوم السريع رامي لمحمود طه، وهدف للمصري. هدف لمحمود طه المصري، الهدف الرابع عشر. صعبة كانت على غيث حسن. مرت 17 دقيقة من أحداث الشوط الأول، تفوق واضح من نادي الكرخ، 14 هدف مقابل 6 أهداف. زريان سليمانية، زريان من جديد، سيوان دخول تمريرة، لكن دفاع قوي جدا من فريق الكرخ من أمام يوسف وليد. عادت يوسف، تمريرة لسيوان يبحث عن تصويب، تمريرة للزريان، دفاعته قوية منتظر ناظم. هل هناك إشارة اللعب السلبي؟ هل هناك إشارة اللعب السلبي أم ماذا؟ مطالبة بالوقوف. نعم إشارة اللعب السلبي. يجب أن يصوب، يجب أن يصوب تصويبة، لكن تصدي من سامر مشتاق. عادت لمصلحة نادي الكرخ. منوني لرامي، إلى خارج من رامي، إلى خارج من رامي. يوسف وليد الآن يلعب كلاعب خط خلفي، ودخول اللاعب أحمد محمد كلاعب داعم. هذا هو يوسف وليد، تمريرة لزريان، مقطع 6. يوسف وليد إلى زريان، البحث عن زاوية للتصويب، وهناك خطأ. رمية 9 أمتار لمصلحة نادي السليمانية. ومحمد وزير تصويبه وتصدي من سامر مشتاق، تصدي من سامر مشتاق. عادت مصلحة ماجد عبد الرضا، سباق سرعة لدى ماجد عبد الرضا بهذا الهدف الجميل. نعم هجوم مرتد سريع جدا من ماجد عبد الرضا، يسجل الهدف الخامس عشر. يعني بعد الوقت المستقطع نادي السليمانية لم يسجل أي هدف في مرمى نادي الكرخ. وأيضا غير الأسلوب الدفاعي، دفاع متقدم. شاهد رامي ومحمود طه ومنوني، تقدم. حاول الآن محمد وزير، تمريرة لسيوان إلى ميران، سيوان من جديد يبحث عن زاوية التصويب، دخول، لكن شاهد مصطفى الغول. صعب جدا المرور من أمام مصطفى الغول. وهنا التصويبة، نعم هناك تاتش من أحد لاعبي نادي الكرخ، وما زالت الحيازة لمصلحة نادي السليماني. هذا محمد وزير، سيوان تصويبة، لكن تصدي من سامر مشتاق. عادت للكرخ،
عبد الرضا، واكيد يعني لا يريد الاستعجال فريق الكرخ، يعني فارق 9 اهداف، 15 للكرخ 6 للسليماني. منوني، جاسم غصاب، نعم جاسم غصاب يدخل الآن طبعا بعد غياب للإصابة، وأيضا ذهب إلى إيران من أجل علاج الإصابة مع الطبيب المختص. منوني دخول، وهنا تصويبة وهدف عن طريق مصطفى الغول. يعرف تماما مصطفى محمد كيف يستلم هكذا كرات، وخاصة طبعا بعد دخول جاسم غصاب، تفاهم كبير ما بين الثنائي جاسم غصاب ومصطفى الغول. وقت مستقطع 16-6، فارق 10 اهداف لمصلحة نادي الكرخ. متبقي 8 دقائق وبعض الثواني على نهاية أحداث الشوط الأول. ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه فريق السليمانية، المدرب سوران مصطفى. نتيجة تشير تقدم فريق الكرخ على السليمانية ب16 هدف مقابل 6 أهداف في افتتاح مباريات الدور الثاني عشر من المرحلة الأولى من دور النخبة العراقي لكرة اليد 2024 2025 الذي يأتيكم عبر قنوات شبكة نام العراقي. أكيد الكرخ في الصدارة 10 مباريات 10 انتصارات 30 نقطة، بينما السليماني في المركز الحادي عشر. وهنا هجوم مرتد سريع عن طريق رامي علي، تمريرة طويلة تصل لرامي علي يسجل الهدف السابع عشر. 17 الكرخ 6 السليمانية، 11 هدف عن فريق السليمانية لم يسجل أي هدف بعد الوقت المستقطع الذي طلبه شريف المرسي أبو العباس وغير في دفاعات. زريان يحاول الدخول لكن شاهد منتظر ناظم والدفاع القوي. زريان إلى سيوان، سيوان يحاول الدخول ورامي علي. هل هناك إيقاف؟ هل هناك إيقاف على رامي علي؟ واضح تماما الإيقاف على رامي علي، يخرج بدون أن ينظر إلى حكم اللقاء. يدخل الآن أحمد طارق بديل المصطفى. يحاول محمد وزير إلى سيوان، سيوان محمد وزير. يا الله، لقطة جميلة في عالم كرة اليد ما بين سيوان ومحمد وزير. حلوة حلوة، نعم هاي اللقطات هي لقطات كرة اليد، هكذا لقطات يعني. خاصة نحن الآن يعني في معمعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 التي تقام هناك في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وهي مستويات كبيرة تقدمها المنتخبات العالمية. نعم نعم نعم، كرة اليد تتطور يوما بعد يوم تطور كبير. وطبعا هناك أيضا هناك كلام حول تعاقد منتخبنا الوطني مع مدرب، يعني إدارة الاتحاد العراقي لكرة اليد تعاقدت أو تضع اللمسات الأخيرة على عقد مع مدرب على مستوى عالي جدا. وهناك من قارة أوروبا هناك إيقاف على زريان، إيقاف على اللاعب زريان حسن. جاسم غصاب، محمد علي مهدي، منوني
جاسم غصاب. الفريقان يلعبان نقص لاعب. محمود طه تصويبه وهدف. ممتاز من محمود طه، ممتاز من محمود طه. صعبة كانت على غيث حسن. محمد وزير والبحث الآن عن تصويبه، لكن محمد وزير واضح على الصورة. محمد وزير من جديد. محمد وزير، وهنا تمريرة لم تصل، وهناك خطأ رمية 9 أمتار. من جديد المحاولة. يوسف وليد إلى سيوان، سيوان ليوسف وليد. آريا يحاول تمريرة جميلة وحلوة من أحمد محمد، حلوة من أحمد محمد. تسجيل هدف الثامن لمصلحة نادي السليمانية. الكرخ يكتمل الصفوف. جاسم غصاب، بنوني. جاسم غصاب من جديد، منتظر لجاسم. محمود طه لا سهد. الله 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 الله، لقطة فنية جميلة ما بين السهد وجاسم غصاب، ردا على لقطة سيوان ومحمد وزير. نعم، هاي اللقطات هي لقطات فنية جميلة. محمد كمال، محمد وزير، سيوان إلى يوسف، يوسف إلى سيوان، يحاول الدخول، تمريرة لكن هناك خطأ. دفاع قوي جدا من الكرخ، دفاع قوي جدا من الكرخ. يصل إلى هدف الثامن عشر الكرخ. شريف المرسي وتوجيهات مستمرة. يوسف إلى سيوان، إلى يوسف، وصلت لآريا، شرط اللعب السلبي. جاسم غصاب حاول. 19 كرخ 8 السليمانية. نعم، 19 مقابل 8، فارق 11 هدف. محمد وزير يحاول. ممتاز من محمد وزير، ممتاز محمد وزير، ينجح تسجيل الهدف التاسع. خلص الفرق إلى 10 أهداف. هنا محمود طه دخول تصويب وهدف، هدف لمصلحة نادي الكرخ. هدف رقم 20 مقابل 9، يعود الفارق إلى 11 هدف. محمد وزير والتصويبة جميلة. فريق السليمانية بالرغم من الفوارق البشرية ما بين الفريقين، لكن هناك يعني لعب كرة يد. نعم، هناك أداء مقبول، أداء جيد. جاسم غصاب إلى محمود طه، تصويبه وهدف آخر عن طريق هذا المصري. هدف رقم 21 مصلحة نادي الكرخ. مقابل 10، متبقي أقل من دقيقتين على نهاية الشوط الأول. يوسف، محمد وزير، والحكم يوقف المباراة وينبه محمد علي مهدي وأيضا سيوان أحمد. محمد وزير إلى سيوان، سيوان يحاول. محمد وزير يحاول الدخول والتصويب وهدف آخر. محمد وزير، لازم محمد وزير،
منوني إلى جاسم غصاب، مصطفى إلى سهن، أحمد طارق، جاسم غصاب لمجتبى، بذكاء كبير، بذكاء كبير من مجتبى باسل، يسجل الهدف رقم 22 لمصلحة نادي الكرخ. أحمد طارق، ودفاع قوي جدا على أحمد محمد. شاهد اللقطة مجتبى لعب من فوق الحارس غيث حسن. محمد وزير يحاول الدخول والتصويب وهدف، هدف جميل، هدف آخر رائع من محمد وزير، وضع على الصورة. منوني لجاسم غصاب، تمريرة فرم الأوبرا لكن لم تصل، عادت لجاسم أيضا تمريرة جميلة وهدف لمجتبى باسل، هدف لمجتبى باسل. أهداف هنا وأهداف هناك. هدف رقم 23 ثواني ينتهي الشوط الأول. شاهدون الهدف الجميل، الحارس طه الشرقد وهو حارس مرمى نادي الكرخ الآن. محمد وزير تصويبه، هناك خطأ. مطالبة من محمد وزير بالإيقاف لاعب نادي الكرخ، لكن يكتفي فقط بالخطأ. ضرب المصري شريفة المرسي أبو العباس. محمد وزير تصويب، الله 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 الله، تصويبة جميلة جدا. محمد وزير لم يستطع طه فرقد أن يتفادى الهدف لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي الكرخ 23 مقابل 13. أحبة المشاهدين، لا تذهبوا بعد الاستراحة قصيرة، نعود إليكم مجددا.
هدف لمصلحة فريق الكرخ. هنا المحاولة السليمانية، تصويب وتصدي من زين العابدين، ومرة أخرى زين العابدين في مرة أولى وثانية يتصدى ويتحسر بعدما احتسب الحكم رمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار لمصلحة نادي السليمانية. رابر عزيز على رمية 7 أمتار، هدف لمصلحة نادي السليمانية. الهدف الرابع عشر لمصلحة نادي السليمانية مقابل 24 للكرخ. يعود الفارق 10 أهداف. سهد لمحمود طه، منوني، ودخول الآن الجزائري عبد الرحيم المقران. الآن دخول الجزائري أيضا كان يعاني من إصابة أو إجهاد بعد المعسكر مع منتخب الجزائر، لم يستدعيه المنتخب الجزائري المشارك في بطولة العالم، تم استبعاده من المعسكر الذي يقيم هناك في الجزائر. الجزائر تلعب الآن في كأس الرئيس بعد الخروج من المرحلة الأولية في المركز الرابع. نعم، كانت 3 خسارات، خسارة أمام تونس، وخسارة أمام ماذا هناك بالسلامة للاعب سيوان أحمد بالسلامة. شاهد، ودخول قوي كان من مجتبى. اللقطة الثانية تكلم وليس عن هذه اللقطة. دخول الكادر الطبي لنادي الكرخ، أي روح رياضية، أي روح رياضية من هذا المعالج. هذا المعالج معالج نادي الكرخ، لكن يدخل مسرعا من أجل معرفة سلامة اللاعب. يعني أكيد روح رياضية كبيرة. شريف المرسي أبو العباس، ونظرات ترقب هل يحقق لقب الثاني مع نادي الكرخ بالسلامة. شيء جميل من معالج نادي الكرخ الذي يتدخل من أجل إسعاف ومعالجة لاعب نادي السليمانية. نرفع لك القبعة على هذا التصرف يا سيد المعالج. خطأ الآن، وأيضا استبعاد لمجتبى باسم، 2 دقيقتين. في مدة 2 دقيقتين على مجتبى باسم. نعم، إشارة واضحة. نعود نستلف اللقاء من جديد في بداية الشوط الثاني. يحاول محمد وزير تمريرة لمحمد كمال، لكن خطفت من سهند، وهناك خطأ لمصلحة نادي الكرخ. سهند حاول الانطلاق، لكن يجب لعب الكرة من مكان الخطأ. 24 الكرخ، 14 السليمانية، فارق 10 أهداف. عبد الرحيم مقران، مصطفى محمد يدخل المرمى خالي بالنسبة لنادي الكرخ. مصطفى، محمود طه، عبد الرحيم مقران، دخول، تصويب، وهدف. هدف لمصلحة نادي الكرخ، الهدف رقم 25. هجوم محمد وزير، لكن دفاع قوي جدا من محمود طه على محمد وزير. محمد وزير، تمريرة لسيوان، تمريرة لم تصل، وهناك خطأ لمصلحة نادي السليماني. دخول من آريا إلى سيوان إلى آريا، خطأ، وهناك إيقاف. نعم، إيقاف، لعب الكرة بعد الصافرة. القانون واضح. 25-15، فارق 10 أهداف. إيقاف على لاعب نادي السليمانية. سهند أشرف حاول لكن لم ينجح.
عودة السليمانية من جديد. 25-15 فارق 10 أهداف. يوسف وليد، محمد وزير، سهل، زي العابدين، محمود طه، وصلت إلى محمد علي مهدي. صعب جدا يا غيث حسن إذا واجهك محمد علي مهدي، صوب بقوة وبزاوية صعبة جدا على الحارس. الهدف رقم 26 بعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني. شاهدنا لقطة إعادة الهدف. سيوان لمحمد وزير، محمد وزير من جديد، دفاع قوي من محمود طه وساد أشرف على محمد وزير، يعرفون لديهم إمكانية التصويب من مسافة بعيدة. سيوان تصويب، الله 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 من سيوان أحمد، تصويبه بزاوية صعبة لزي العابدين. محمود طه يحاول الدخول والتصويب لكن هناك خطأ رمية 9 أمتار. مجتبى محمود، تصويبة جميلة من سيوان، وهنا رمية 9 أمتار وإيقاف لمدة 2 دقيقتين على يوسف وليد. بالسلام لمحمود طه، يعاني من إصابة. شاهدنا اللقطة التي كانت ما بين يوسف وليد ومحمود طه اللاعب المصري، يعاني من إصابة. دخل الكادر الطبي لنادي الكرخ وأيضا حمود ناصر يطمئن على سلامة اللاعب. 26 الكرخ، 15 السليمانية، فارق 11 هدف. أكيد يعني إصابات الكتف بالنسبة للاعب كرة اليد إصابات مزعجة جدا. شريف المرسي ينظر إلى الساعة وينظر إلى النتيجة. رمي الساعة أمتار محمد علي مهدي من أمام غيث حسن، ينجح محمد علي مهدي تسجيل الهدف رقم 27. يحاول فريق السليمانية وتمرير محمد وزير، تصويبه لكن لمست دفاعات فريق الكرخ. نعم هناك تاتش. ميران خافت الوقت. ميران لاعب الزاوية، ميران محمد. هناك خطأ آخر على محمد ورمية 9 أمتار. حاول فريق السليمانية محمد وزير، وأيضا دفاع قوي جدا من محمود طه على محمد وزير. تصويب وتصدي بلوك دفاعي وعادت لمحمد علي مهدي، سرعة كبيرة وهدف. نعم كرات المواجهة صعب جدا أمام محمد علي مهدي. هدف آخر، كرة اصطدمت بوجه مجتبى باسم. الهدف 28 لمصلحة نادي الكرخ مقابل 15 للسليمانية. 28 مقابل 15 فارق 13 هدف. محمد علي مهدي
الكرخ يعني تغلب بنتائج كبيرة على الفرق، يعني على بلدية البصرة 42 مقابل 15، على الكوفة 38 مقابل 20، على الفتوة 42 مقابل 14، وأيضا على القاسم 45 14، على ذي قار 33 13، على نفط البصرة 35 22، على ديالى 28 18، على المسيب 42 مقابل 20، وعلى الناصرية 37 18. المباراة الوحيدة التي كانت فيها ندية كبيرة ما بين الكرخ والشرطة 19 مقابل 18، ضاع الفوز بفارق هدف واحد. هل هناك استبعاد؟ هناك استبعاد. على محمد علي مهدي فريق الكرخ، قاف على محمد علي مهدي لمدة دقيقتين. سيوان تمريرة لم تصل أحمد محمد. زين العابدين أكيد إلى محمود طه، وهدف، هدف لمصلحة نادي الكرخ، هدف رقم 29. عشر دقائق أولى من أحداث الشوط الثاني. تمريرة خطفت لكن عادت مصلحة السليمانية. يحاول أحمد محمد، دفاع قوي من الكرخ بالرغم من وجود فقط 5 لاعبين. هنا محمد وزير، يا الله يا الله على محمد وزير، يقدم مباراة كبيرة هذا محمد. هدف رقم 16 مقابل 29، فارق 13 هدف. 10 دقائق أولى مرت من الشوط الثاني. الكرخ سجل فيها 6 أهداف، والسليمانية سجل فيها 3 أهداف. رامي إلى عبد الرحيم مقران، دخول الآن جاسم غصاب. جاسم إلى عبد الرحيم، وصلت إلى محمود طه، وهدف، هدف عن طريق المصري محمود طه. جاسم غصاب، نعم أكيد موجود هذه الأمور في كرة اليد، أنه لعب الكرة للمنافس بعد دخوله من أجل وضع الصمغ بالكرة. يحاول الآن تمريرة، يحاول محمد كمال يلعبها ليوسف وليد، تصويب وتصدي من زين العابدين، لكن هناك خطأ ورمية 9 أمتار، خطأ ورمية 9 أمتار، وهناك وقت مستقطع مدرب نادي السليمانية سوران مصطفى. ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه المدرب سوران مصطفى، ونشاهد هنا إعادة لبعض اللقطات. هذا اللقاء لقاء الكرخ والسليمانية، تقدم وتفوق واضح للكرخ على حساب السليمانية 29 مقابل 16 في افتتاح مباريات الدور الثاني عشر من دور النخبة العراقي كرة اليد 24 25. أيضا هناك الحشد وثقار، الشرطة كربلاء، نفط البصرة والجيش، والكوفة والفتوة والناصرية وديالى بلدية البصرة والقاسم والمسيب. انتظار هدف آخر
من محمد وزير. الهدف السابع عشر من محمود طه، دخول تصويب وهدف. هدف جاء هنا التصويبة القوية من محمد وزير، ينجح بالتسجيل. عادت لمصلحة نادي الكرخ، وهدف عن طريق سند أشرف. هدف عن طريق سند أشرف، الهدف رقم 30. الإعادة والسهل وتصويب وهدف. هدف مصلحة نادي الكرخ. محمد وزير دفاع متقدم من فريق الكرخ. يوسف، لكن مصطفى خطف الكرة، تمريرة لمحمود طه. محمود وإلى رامي. لماذا لم تعطي الادفانتج يا سيد الحكم؟ جاسم غصاب. بعد جاسم غصاب يحتاج إلى حساسية المباريات من أجل تسجيل أهداف. 32 الكرخ، 17 السليمانية. 32 مقابل 17. وأما محمد وزير، لكن دفاع قوي محمد علي مهدي على محمد وزير. يحاول محمد وزير لآريا، إلى يوسف وليد. تمريرة زريان. محمد وزير إلى زريان، يحاول الدخول. محمد وزير تصويبة، ولمصلحة نادي السليمانية كونها اصطدت بأحد لاعبي نادي الكرخ. محمد سعمتر تصويبة من بعيد، لكن سال زين العابدين. تمريرة طويلة وصلت لمحمد علي مهدي بالعارضة والى الخارج. محمد علي مهدي بالغ بالتصويب، بالغ بالقوة. 30 مقابل 17 السليمانية. طبعا النتيجة الأكبر الذي تلقاها هي كانت أمام الشرطة. 41 هدف استقبل من نادي الشرطة في المباراة السابقة. ورمي 7 امتار لمصلحة محمد وزير. رابر عزيز امام زين العابدين، ينجح رابر. الهدف الثامن عشر من عبد الرحيم مقران، تصويب وهدف عن طريق الجزائري. تصويب وهدف طريق اللاعب الجزائري عبد الرحيم مقران. محمد وزير يحاول الدخول. محمد علي مهدي يقول الزملاء تعرضت الى بوكس. لقطه جميله محمد علي مهدي، وتصويبه وتصدي من زين العابدين. جاسم غصاب الى محمود طاهر. جاسم غصاب يبحث عن هدف. جاسم، تمريره لمصطفى محمد وهدف. هدف لمصطفى الغول. نعم، تفاهم كبير ما بين جاسم غصاب ومصطفى محمد. زريان، خطأ واضح نعم على اللاعب زريان. مصطفى لا جاسم، يحاول محمد علي مهدي لرامي. محمد علي مهدي، جاسم غصاب، تمريرة لمحمود وتصدي. تصدي من حارس المرمى بصورة جميلة. حاولت مرور، لكن هل هناك ايقاف على محمد علي مهدي؟ مدافع شرس محمد علي مهدي من الناحية الدفاعية. نعم، ايقاف على محمد علي مهدي.
محمد وزير وتصويب وتصدي من زين العابدين. ونعم لمست الكرة اللاعب مريان داخل منطقة 6 متر. عادت مصلحة نادي الكرخ. الكرخ يحاول مصطفى إلى جاسم غصاب. رامي عبد الرحيم مقران. تفاهم كبير بين لاعبي نادي الكرخ. تمريرات تقاطعات. جاسم غصاب فقد الكرة. عادت لمحمد وزير وهنا التصويب وزين العابدين يتصدى. زين العابدين يتصدى في مرة أولى وأيضا في مرة ثانية. في مرة أولى من سيوان وفي مرة ثانية من محمد وزير. تألق كبير لزين العابدين. عادت للكرخ. جاسم غصاب إلى عبد الرحيم مقران. تألق كبير لزين العابدين في هذه اللقطة. الكرخ يهدئ اللعب الآن. منوني يدخل منوني من جديد بديل محمود طه المصري في الخط الخلفي. باك رايت. عبد الرحيم مقران. جاسم. هناك إشارة اللعب السلبي وهنا تصويب وهدف عن طريق عبد الرحيم مقران. تصويب وهدف عن طريق عبد الرحيم مقران. سيوان يحاول لكن دفاع قوي جدا على احمد محمد. هجوم مرتد. جاسم غصاب وهدف. هدف لجاسم غصاب. هدف لمصلحة نادي الكرخ يصل إلى الهدف رقم 36. نعم 36 الكرخ 18 فريق السليمانية. ضعف النتيجة. تمريرة مقروءة كانت من جاسم غصاب. مقابل 18. خطأ آخر ترنوفر على فريق السليمانية وهنا منوني ينجح. منتظر تسجيل هدف رقم 37. نصل إلى 10 دقائق أخيرة من أحداث هذا اللقاء. تفوق واضح لمصلحة نادي الكرخ. هنا منوني. هناك دفع من زريان. رمية سنتر مصلحة السليمانية. ميران. زريان. ميران من جديد. سيوان إلى ميران. هناك خطأ. على لاعبين السليمانية يلعب الآن لمصلحة الكرخ. جاسم غصاب لا منوني لسهل يحاول الدخول امام محمد كمال لكن دفاع قوي. محمد كمال عبد الواحد. نعم نجل لاعب منتخبنا الوطني السابق كمال عبد الواحد. جاسم غصاب هنا عبد الرحيم المقران. تصويبه وهدف. هدف لمصلحة نادي الكرخ. هدف رقم 38. خطف الكرة من رامي علي. رامي والانفراد. هل هناك انهيار بدني لاعبي السليمانية؟ لاعبي السليمانية. هدف رقم 39 لمصلحة نادي الكرخ. شاهد لعب الكرة من فوق الحارس بصورة جميلة. محمد فريدون إلى ميران. اللعب كرة للاعب الزاوية ودخول. الله لقطة جميلة محمد كمال. لقطة جميلة من محمد كمال.
استلم الكرة ولعبها في زاوية صعبة على زين العابدين. جميل والوقوف كانت رسخ جميلة. جاسم غصاب، مصطفى الغول وتصدي من الحارس. ممتاز ممتاز من الحارس، صدي لتصويبة مصطفى محمد. محمد فريدون 8 دقائق أخيرة. وصلت إلى منوني وهدف، هدف لمصلحة نادي الكرخ. هدف رقم 40 لمصلحة نادي الكرخ، 40 مقابل 19. يعني السليمانية في المباراة الأخيرة استقبل 41 هدف، وبالمعدل يستقبل 28 هدف. هنا هدف لمصلحة السليمانية. جاسم غصاب إلى عبد الرحيم مقران، تصويبه وهدف. هدف رقم 41. يتساوى الكرخ مع الشرطة بتسجيل أهداف أمام السليمانية 41 مقابل 41. أعتقد أن النتيجة سوف تكون أكثر من 41 هدف بالنسبة لنادي السليمانية. محمد وزير، محمد كمال، هجوم مرتد سريع رامي علي وهدف. هدف رقم 42. الآن السليمانية المباراة الأكثر استقبالا للأهداف في هذه المباراة، 42 هدف. ولا تصويبه ولا الخارج. تمريرة طويلة شفنا رامي علي، وهنا هدف من سهل. و40 مقابل 20، فارق 23 هدف. ينتهي الوقت المستقطع الذي طلبه مدرب نادي السليمانية سوران مصطفى. ونعود نستهدف اللقاء من جديد احبة المشاهدين. 43 الكرخ، 20 السليمانية في افتتاح مباريات الدور الثاني عشر، المرحلة الأولى من دور النخبة العراقي لكرة اليد. يحاول الآن فريق السليمانية، يعني واضح تمام المجهود البدني، أخذ ما أخذ من لاعبين نادي السليمانية، كثير رافع على مستوى الشوط الثاني. جاسم غصاب إلى منوني، جاسم غصاب من جديد تصويبه وهدف. نعم هدف جميل من جاسم غصاب. رقم
44. كيرخ لغاية الآن مسجل في الشوط الثاني 21 هدف، بينما فريق السليمانية مسجل 7 أهداف فقط. وأيضا تمريرة خاطئة من نوني إلى رامي علي. هدف آخر، هدف آخر، هدف رقم 45 فريق رامي علي. تبقي ما يقارب 5 دقائق. يحاول الآن تمريرة وتصويب وهدف عن طريق أريا. هدف رقم 21. شاهد بين أفنان الحارس زين العابدين. جاسم غصاب لعبد الرحيم مقران. جاسم غصاب من جديد، ودخول بمهارة جميلة من جاسم غصاب. أكيد لاعب مهم جدا جاسم غصاب، سواء للكرخ أو لمنتخبنا الوطني. شاهد دخول وتصويب بصورة جميلة. الكرخ طبعا سجل 361 هدف بمعدل 36 هدف له، واليوم اجتاز حاجز المعدل. يعني الآن بدأ شريف المرسي أبو العباس دخل اللاعبين الشباب. زيد نعمان الآن مشاهده يلعب كلاعب جناح. زيد نعمان، وهناك الخطأ. إيران لا يوسف. آريا يحاول نمرة من جديد. خطأ على لاعبي نادي السليمانية. منوني وهدف، هدف لمنتظر ناظم. أهداف بدأت تتوالى. البراء موجود 47 هدف الآن في الشوط الثاني. سجل الكرخ 24 هدف ومتبقي 3 دقائق تقريبا. يوسف وليد وهذا المحاولة وهدف جميل. لقطة فنية جميلة محمد وزير، سجل هدف رقم 22. رامي إلى جاسم عبد الرحيم، تصويبه وتصدي من الحارس. ممتاز، ممتاز حارس المرمى في هذه اللقطة. صد لكرة قوية من عبد الرحيم مقران. 47 22 فارق 25 هدف، فارق كبير. الكرخ يتمسك بالصدارة. الكرخ 3 نقاط أخرى ليصل إلى 33 نقطة. يصل إلى 33 نقطة بانتظار طبعا مباراة نفط البصرة والجيش هناك في طبعا البصرة. مباراة مهمة جدا. منوني إلى زيد نعمان، تصويبه وهدف، لكن لا يحتسب كون هناك خطأ على زيد نعمان. في الصدارة الآن 33، والوصيف الجيش 30. المركز الثالث الحج 27 نقطة. أيضا فاز فريق الحج على فريق ذي قار ليصل أيضا النقطة 30 متساوي مع الجيش، لكن الجيش بفارق مباراة. هنا رامي علي وهدف. المركز الرابع ديال 24 نقطة، والخامس أيضا الشرطة 24 نقطة. نفط البصرة 21 نقطة. 40 22 الآن النتيجة. الثواني الأخيرة من أحداث هذا اللقاء.
ضغط عالي مان تو مان من لاعبي نادي الكرخ. محمد وزير تمرير جميل محمد ميران، لكن تصدي من زين العابدين. وهنا تمريرة جميلة بالمقاس من زين العابدين لرامي علي، والهدف رقم 49. الكرخ يسجل يعني المباراة الأعلى 49 هدف، لم يصل 49 في مبارياته العشرة التي طبعا مرت على القاسم 45 هدف، لكن الآن 49. ومن المحاولة تصويبه وهدف جميل، هدف جميل 49 مقابل نعم 49 مقابل 23. مبارك للكرخ وجماهير الكرخ، هارد لك للسليمانية الجماهير السليمانية. الكرخ يبقى في الصدارة، نعم، ويعزز صدارته ب3 نقاط جديدة، بينما السليمانية يبقى في المركز ال11 بنفس رصيده من النقاط 9 نقاط. مبارك للكرخ وهارد لك للسليمانية. في الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر العدد الجديد من مجلة الشبكة العراقية. اقرأ في هذا العدد: وزير النقل: مشاريعنا في 2005